أهلا بيكم في فيديو جديد من فيديوهات الفورمة. فيديو النهاردة هتكلم فيه عن أسطورة من أساطير كمال الأجسام. بطل فيديو النهاردة شارك في أكتر من 100 بطولة. حصل على المركز الثاني في مستر أولمبيا 1985 وهو عمره 55 سنة خلف البطل لي هاني. بطل فيديو النهاردة هو أسطورة كمال الأجسام ألبرت باكلز. ألبرت باكلز من مواليد 14 يوليو عام 1930 في جزيرة بربادوس أحد جزر الكاريبي. وزنه من 93 ل 102 كيلو، طوله 170 سنتي. مقاس ذراعه 19 بوصة. كان مشهور بعضلات الباي. خلال منافسته تم تصنيفه إنه من أفضل اللاعبين اللي امتلكت العضلات باي. حجم عضلات صدره حوالي 48 بوصة ونص. حجم عضلات السمانة 16 بوصة ونص. مقاس الوسط 31 بوصة. هاجر ألبرت إلى لندن ومن هناك ظهر حبه لكمال الأجسام. بعد سنوات من التمرين قرر ينافس في مسابقات كمال الأجسام. أول ظهور ليه كان عام 1965 في بطولة السيد بريطانيا. حصل وقتها على المركز الخامس، وحصل على المركز الثالث في بطولة سيد الكون للفئة المتوسطة. في عام 1966 حصل على المركز السادس في بطولة سيد الكون للفئة المتوسطة. في عام 1967 حصل على المركز الثالث في بطولة السيد بريطانيا. في عام 1968 حصل على المركز الثاني في بطولة السيد بريطانيا. في عام 1969 حصل على المركز الثاني في بطولة السيد بريطانيا، ومركز ثاني في بطولة سيد العالم للفئة المتوسطة، ومركز ثالث في بطولة سيد الكون. من بداية عام 1970 ابتدى يحقق أكبر الإنجازات. حصل على بطولة السيد بريطانيا وبطولة السيد أوروبا للفئة المتوسطة، والمركز الثاني في بطولة سيد الكون، والمزيد من الإنجازات التي لا حصر لها. على مدار السنوات أصبح أكتر لاعب كمال أجسام نشط في التاريخ. شارك في حوالي أكتر من 100 بطولة، بجانب إنه حطم العديد من الأرقام القياسية. خلال منافسته في عام 1982 حصل على المركز الأول في بطولة ليلة الأبطال بعمر 52 سنة. خلال منافسته في مستر أولمبيا شارك 13 مرة، كان أكبر لاعب يقف على مسرح مستر أولمبيا. في عام 1985 حصل على المركز الثاني في مستر أولمبيا خلف البطل لي هاني. كان أفضل إنجاز في تاريخ كمال الأجسام إن لاعب في سن الخمسينيات جسمه أفضل من لاعب في سن التلاتين. ال13 مرة اللي نافس فيهم في مستر أولمبيا حصل على المراكز الخمسة الأولى في 6 مسابقات. لو هصنف لاعب تاني من أفضل وأكبر لاعبين مستر أولمبيا من حيث الإنجازات هيكون ديكاستر جاكسون. في عام 1991 تلقى دعوة للمشاركة في بطولة نياجرا برو بعمر 61 سنة وحصل على المركز الثامن. في نفس السنة تم دعوته للمشاركة في بطولة شيكاغو برو وحصل على المركز 16. ألبرت باكلز كان شخصية محبوبة جدا، كان مرح على المسرح. من خلال إنجازاته بقى واحد من أعظم لاعبي كمال الأجسام في التاريخ. بالنسبة لتمرينه لحد سن ال50 كان متعطش للمزيد من التقدم والنمو العضلي. تمرينه كان مكثف، كان بيتمرن مجموعات متعددة وعدد تكرار بيتعدى 16 تكرار. بالنسبة لعضلات رجله كانت ضعيفة جدا، وده خلاه يمرنها 4 أيام متتالية بأكبر قدر من الحجم في التمرين. كتير جدا اعترض على طريقة تمرينه وقال له إن ده إفراط في التمرين، لكن أثبت لهم عكس كلامه. وبالفعل عضلات رجله اتطورت لما مرنها 4 أيام متتالية. بالنسبة لعضلة الباي اللي كان مشهور بيها، كان بيعتمد في تمارين الباي على تمارين الكيبل والارتكاز. بالنسبة للتكرارات كان بيلتزم إن التكرار يكون من 8 ل 12. كان بيقول إن ده نطاق مثالي للتضخيم. بالنسبة لتمرينة الباي اللي كان بيتمرنها كان بيلعب 4 مجموعات تبادل بالدمبل من الوضع جالس من 12 ل 8 تكرارات. تاني تمرين كان بيلعب 4 مجموعات على الكيبل من 8 ل 10 تكرارات. التمرين التالت كان بيلعب دمبل ارتكاز 4 مجموعات من 8 ل 10 تكرارات. التمرين الرابع كان بيلعب كيبل قبضة فردي 3 مجموعات من 12 ل 8 تكرارات. بالنسبة لنظامه الغذائي كان صارم جدا، ما كانش بيتناول أي سكريات أو أطعمة مكررة إلا في خلال المناسبات وبكميات قليلة جدا. في فترة من الفترات اتبع نظام غذائي نباتي ورجع مرة أخرى للنظام الحيواني. كان دايما بيقول إن النظام الغذائي المتوازن هو أساس الحجم والنمو العضلي. في نهاية الفيديو، بطل فيديو النهاردة أسطورة من أساطير كمال الأجسام، كان لازم أتكلم عنه. برغم تاريخه وإنجازاته إلا وإنه متواضع، دايما بيحب يساعد الآخرين ويقدم لهم النصائح.